الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو النبي الرسول القائد الذي قاد أعظم جيش خضعت أمامه أكبر إمبراطوريات الدنيا. كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. لما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك رضي الله عنه وجاءه أعرابي جذب النبي جذبة قوية وكان عليه رداء غليظ الحاشية. يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت من شدة جذبة الأعرابي، فقال له: مر لي من مال الله الذي عندك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه وتبسم ضاحكا وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وها هي رؤية اليوم تبشر بجيش يأتي على منهاج النبوة، على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر ألا يقتل في حرب مسن ولا طفل ولا امرأة. رؤية تبشر بجيش يأتي بأمر الله على منهاج النبوة يذهب الله سبحانه وتعالى به من لم يتركوا بشرا ولا حجرا ولا شجرا ولا طيرا ولا دابة إلا أهلكهم الله. تقول الرؤية أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته كما هي في السيرة الصحيحة وفي السنة الصحيحة، وتأكدت من هيئته صلى الله عليه وسلم. تقول: رأيت كأنه فتح باب كبير خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أمشي معه في أرض خضراء وبها أشجار، ثم أمسكت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها، شعرت ببرودة وهيبة كبيرة. ثم مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أبي كأنه يستحم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء وسكبه على أبي. ثم مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكت بيده مرة أخرى، وفجأة وقف المجاهدون مصطفون في صفوف كثيرة ووقفت معهم في الصف الأول. ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويتحدث، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإشارات، أولها أشار بالكف، ثم هذه العلامة، ثم علامة التوحيد، وأخذ يرفع إصبع التوحيد إصبع التشهد وأخذ يرفعه وهو يتحدث. تقول: فجسوت على ركبتي أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم. في البداية كان وجهه عادي، ثم بدأ يبتسم وهو يرفع إصبع التوحيد، فقلت في نفسي أنها ستقوم حرب. ثم بدأت أسمع حركة المجاهدين وانتهت الرؤية. معنى أنها تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبل يده وتمسك بيده، معناه أنها تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها وتأخذ بما جاء به وتترك ما دون ذلك. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكب ماء على والد الرائية أن هذا الوالد كان في كرب شديد، سواء كان حي أو ميت، المهم أنه كان في كرب عظيم، هذه بشرى بذهاب كربه ونجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم فجأة وقف المجاهدون مصطفون في صفوف كثيرة. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المشهد يبشر بالجهاد في سبيل الله، سيكون جهاد في سبيل الله في عصرنا هذا. وقفت الراية في الصف الأول مع المجاهدين، معناه أن هذه الرؤية ستشهد أحداث عظيمة ستقع. صعد النبي وبدأ يتحدث كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إما أنه بشارة أو تحذير أمر أو نهي. قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا أنه أعطى إشارات النبي هنا هي بشارات. صعد وتحدث أمام صفوف المجاهدين، معناه أنه يعد ويأتي جيش على منهاج النبوة تماما باستراتيجية إلهية ربانية. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة الأولى وهي الكف. قال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. بعد علامة الكف رفع النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار بهذه الإشارة، وهي علامة النصر كما يقال عنها في هذا العصر، هي علامة النصر، وهذا في ترتيب الآية: من بعد أن أظفركم عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يكف عن عباده المؤمنين والمسلمين ويمنع عنهم أذى من يتربصون بهم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد ذلك البشارة أو الإشارة الثالثة، وهي رفع إصبع التوحيد بعد أن يمكن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ويكف عنهم الأذى وينصرهم ويرزقهم الظفر والنصر. بعد ذلك تكون رفع كلمة الله سبحانه وتعالى ورفع التوحيد. وهنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يسعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعلو كلمة الله وأن تسير أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس منهاجه وعلى ما جاء به. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب